أنا قريبة فاروق وأمال. فاروق ده خالي، وأمال دي مرات خالي. وأنا طالعة علشان أوضح حقائق. انا هبلغ النائب العام على مدام مريم، وهجبرها للحضور والخضوع للتحقيق امام النائب العام. مين امم انت واحدة مزورة وبتلعب بالكلام وبتلعب بالالفاظ عشان حفنة من المال وعشان طمعانة في مرات خالها وهو حي؟ هي اللي بتعمل فتنة، مش خالها فاروق ومراته امال. هي اللي بتعمل فتنة في المجتمع، وهي اللي بتبلبل المجتمع، ومش مكانها ابدا انها تعمل فيديو تقول هذا الكلام الخطير اللي قالته في الفيديو. ماذا قررت بس هذا الفيديو بعد صدور فتوى الازهر الشريف باجماع الاراء بان الازهر الشريف يميل الى الاراء الفقهية التي قررت ان الولد يتبع ديانة شخص العاثر عليه ومكان وجوده او مكان ولادته. لماذا ظهر هذا الفيديو بعد الازهر؟ اولا حضرتك هي بلغت بلاغ رسمي من 3 سنين تقريبا او 2.5 تقريبا، واتهمت خالها فاروق ومدام امال ان هم زوروا الشهاده وان الولد مش ابنهم. ده امم الكلام ده في البلاغ الرسمي. واستمرت القضيه في التحقيقات، وما زالت القضيه حتى اليوم امام النيابه العامه، لم تغلق حتى اليوم. السؤال الاول والبديهي، يثبت كذب هذه السيده ويثبت كذب الفريق او الجيش اللي وراها اللي محرضها. لماذا لم تذكر في البلاغ الرسمي امام النيابة ان والدة طفل شنودة الحقيقية والدته بالميلاد الام البيولوجية؟ لماذا لم تثبت في البلاغ انها قريبتنا زي ما هي قالت في الفيديو امبارح؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، البلاغ اللي هي عاملاه في الفيديو، مفيش اي بلاغ في العالم لانسان عنده جد وجدية في بلاغه وفي اقواله يعمله في فيديو. اللي عنده بلاغ يتقدم به امام النيابة العامة او قسم الشرطة، وبالتالي قسم الشرطة يقوم بتحويله الى النيابة العامة. ده صحيح. انت عندك خطوة متوفرة، انت عندك بلاغ فعلا مفتوح وانت مقدماه من 3 سنين او 2.5 سنين. مشوار صغير منك او من المحامي بتاعك، اضافة اقوال، ده الاجراء الصحيح. امم انا بقول ان خالي فاروق كذاب ومزور، ومرات خالي كذابة ومزورة، وان ام الطفل الحقيقية البيولوجية فلانة الفلانة قريبتنا. اتفضلوا استدعوها، واتفضلوا اعملوا تحليل الحامض النووي دي ان تمام. ايه. لان يا استاذ راوي، اي وكيل نيابة في العالم واي قاضي في العالم، القاضي هو الخبير الاعلى للدعوة، صح. ولكن يتعذر على القاضي ويستحيل على القاضي الامور الفنية. زي مثلا وعلى سبيل المثال فحص شيك. انا بدعي ان التزوير ليس ان التوقيع ليس توقيعي، امم وبطعن عليه بالتزوير. ده امر فني يصعب على القاضي. في قضايا انكار النسب واثبات النسب يصعب على القاضي، بل يستحيل على القاضي انه يجزم ان الطفل ده ابوه او مش ابوه بالتحليل بالتحقيق، فلا بد ان يلجأ للتحليل. دي مسألة فنية دقيقة جدا جدا لابد ان تتم. فلو رواية مريم صحيحة، نمرة واحد كانت راحت النيابة العامة. نمرة اتنين كان قالت الكلام ده من 3 سنين. نمرة ثلاثة وده الأهم والأخطر، امم لماذا قررت تصوير هذا الفيديو مع هذا اليوتيوبر الغير معلوم والمجهول وأول مرة نسمع عنه؟ لماذا قررت بس هذا الفيديو بعد صدور فتوى الأزهر الشريف بإجماع الآراء بأن الأزهر الشريف يميل إلى الآراء الفقهية التي قررت أن الولد يتبع ديانة شخص العاثر عليه ومكان وجوده أو مكان ولادته؟ لماذا ظهر هذا الفيديو بعد الأزهر؟ بعد ما خلاص الامور كانت هتحسم يعتبر خلاص. هي ده وسيلة شيطانية قذرة، وأنا مش هسكت عليها. أنا بصفتي محامي الأستاذ فاروق ومدام أمال، أنا هبلغ النائب العام على مدام مريم، وهجبرها للحضور والخضوع للتحقيق أمام النائب العام. ولو هي أصرت على أقوالها، النيابة العامة من حقها تستدعي البنت أو المدام اللي هي منسوب إن الطفل
ابنها بالميلاد او هي الام البيولوجية، والفيصل النهائي مش تحقيق ومش اقوال، الفيصل تحليل. النهائي تحليل الدي ان ايه. ده هيقطع الشك باليقين. وانا كمحامي مصري انا فعلا عايز الحقيقة تظهر ايا كانت، حتى ولو كانت مرة. لكن مريم دي لازم تتحاكم لانها اتهمت الاديرة اتهام قذر واتهام سافل ومنحط، ان الاديرة تقوم بحبس مثل هذه الحالات وتقوم ولادة مثل هذه الحالات بداخل الاديرة. هذا اتهام قذر ومنحط وعاري من الصحة تماما تماما. الاديرة والكنايس يا استاذ راوي ملجأ للخلاص، ملجأ للصلاة والصوم. نتعلم من الاديرة والكنايس الفضيلة والصلاة والصوم والاعتراف والتناول من الاسرار المقدسة الكريمة، مش الدير يساعد ويشارك في جريمة. ابدا ابدا، ده مش دور الدير ومش دور الكنيسة المصرية الارثوذكسية ابدا. وبعدين بتشكك وبتطعن في الشهادة الصادرة من الكنيسة. مين انت واحدة مزورة وبتلعب بالكلام وبتلعب بالالفاظ عشان حفنة من المال وعشان طمعانة في ميراث خالها وهو حي، عشان تشكك في الكنيسة المصرية الارثوذكسية العريقة التي تشابه بل تتفوق، الكنيسة المصرية تتفوق على القضاء المصري من حيث الدقة ثم الدقة ثم الدقة وإطالة الزمن لاستخراج الحقيقة. الشهادة اللي كتبها وسطرها نيافة الحبر الجليل الأنبا مارتيروس بأن تم العثور على الطفل في داخل الكنيسة وقام أبونا فلان الله ينيح نفسه بتسليمه الأمال، شهادة رسمية ومعترف بها أمام الجميع، يستحيل أن تصدر عن الكنيسة بدون بحث أو تمحيص أو تروي. فأنا بقول أمام الله وبطمن جموع الشعب إن مريم دي بعد التحقيق معاها في النيابة العامة وفي حالة ظهور كذبها وفي حالة ظهور تضليلها للرأي العام مكانها الطبيعي هو السجن، لأنها هي اللي بتعمل فتنة، مش خالها فاروق ومراته أمال. هي اللي بتعمل فتنة في المجتمع وهي اللي بتبلبل المجتمع، ومش مكانها أبدا إنها تعمل فيديو تقول هذا الكلام الخطير اللي قالته في الفيديو. لو كلامك صحيح تقدمي للنيابة العامة، اتفضلي، النيابة العامة موجودة والقضية بتاعتك موجودة. ولو مش عارفة رقمها انت والمحامي بتاعك تعالي لي انا وانا اديكي رقمها، وقولي اللي انت قلتيه في الفيديو ده في النيابة وتستدعي الشخصية اللي انت بتقولي انها ام الطفل ويتم التحليل، والتحليل بيظهر في خلال ايام. والتحليل هو الفيصل النهائي وهو الكلمة الاولى والاخيرة. وفي حالة ثبوت ان مريم دي بتضلل الرأي العام مكانها الطبيعي السجن.